هو ده دهب يا نهلة؟ اه طبعا ده دهب، وده كمان دهب. ايه رأيك تشتري 30 نوع من التوابل، العلبة ب 13 جنيه. العرض ده يا جماعة ب 390 جنيه. احلى وانضف نوع توابل. انت مش محتاجة تشتري علب ولا محتاجة تحطي ستيكرز، هما العلب بالستيكر بتاعتهم. تفتحي كده وتشمي سواء الباودر او الحصى، فعلا يا جماعه ريحته روعه لانه فريش وبيتطحن اول باول. انت هتلاقي عرض ال 50 جرام وعرض ال 100 جرام وعرض الاربع، وكلكم بقى والنكهات بتاعه الفشار او البطاطس شيبسي او بطاطس عاديه من عالم تاني. وكمان عملت منها بطاطس وفراخ تجنن من توابل دهب. فعلا يا جماعه الطريقه دي هتخليكوا تشوفوا قد ايه الفراخ بتبقى دايبه وقد ايه البطاطس طعمه بالتوابل الحلوه دي، وكل ده بالتوابل دهب من غير اي اضافات تانية، لا زبادي ولا رايب ولا اي حاجه، ولا حتى احتاج تسيبها في اي تتبيله خالص. سهله الفتح جدا. تشمي الله ب 13 جنيه. الشحن فري مجانا، مش هتدفعي توصيل خالص. الريحه كانك انت اللي طحناه في البيت دلوقتي. وكمان بقى عامل ميكس البهارات الخليجي دي. طب دي لايه يا نهله؟ لكل المشاوي. هتشوي كبده، فراخ، لحمه، اي حاجه. اعتقد ان هم مسميينه دهب علشان توابل دهب نقيه زي الدهب، بيور، ما فيهاش اضافات ملهاش لازمه. الحاجه نظيفه، ريحتها جميله. فعلا هو اسم على مسمى، وكلكم تجربوه. ويلا بقى نشوف هنعمل ايه بالتوابل الحلوه دي. يلا بقى نعمل احلى فراخ مشويه ودايبه بطريقه حلوه جدا من غير ما اسيبها ببصل ولا اي حاجه. تخيلوا يا جماعه. بصوا بقى، انا حطيت لكل فرخه معلقه صغيره ملح وفلفل وقرفه وبهارات فراخ وزعتر وكركم وجنزبيل. عايزه اقول لكم بقى بهارات الفراخ دي بجد ابهرتني. طعمها يا جماعه كأن فيها بشر ليمون. طعمها حلو قوي. بصراحه البهارات كلها ريحتها فايحه وجميله وفريش ونظيفه جدا ورخيصه جدا زي ما انتم شايفين العرض اللي انا قلت لكم عليه ده. وطبعا عندهم حاجات تانية بره العرض، يعني مش بس التوابل دي في العرض، في حاجات تانية بقى اللي هي الحصى. حطيت لكل فرخه معلقتين من الزيت، وطبعا حطيت الملح في الاخر. انا عايزه الموضوع ده يبقى شبه العجينه، ايوه زي ما سمعتي كده، عشان انا عايزاه يلزق في الفراخ مش عايزاه يبقى سايل. هجيب بقى كل الميكس اللي انا عملته ده وهحطه على الفراخ وابتدي بقى ان انا امسجها كده، اعمل لها مساج، واخلي بالي ان التتبيله دي تدخل في الفراخ من جوه ومن بره من كل حته. الفراخ دي من كيلو وربع لكيلو ونص، ما تقلقيش خالص لو كيلو ونص هتستوي وهتبقى زبده. وكمان عشان تلاقي يعني لحمه تاكليها في الصدر ما تبقاش كده رفيعه. هعمل ايه؟ هجيب كيس حراري، وده يا جماعه بيتباع في كل السوبر ماركتس. انا حطيت بقى ايه الفرختين دول في الكيس ده. قفلت الكيس بس بعد ما طلعت الهواء منه، هو كده كده بيتنفخ في الفرن. ويا ريت يا جماعه ما تخرموش الكيس ولا حاجه، خلي بالك بس عشان كل الناس بيقولوا كده. انا بالنسبه لي هي كده كده هتخلص وتتفرقع في الفرن لوحدها، بس انت ما تخرموهوش من الاول. هتجيبي صينيه وتجيبي كوبايه ميه دافيه وتحطيها في الصينيه. خلاص كده انا مولعه الفرن قبلها ب10 دقائق على درجه حراره 240، وهدخلها في الرف اللي في النص وهسيبها ساعه. يلا بقى وهي بتستوي هقول لكم عملت ازاي سلطه البطاطس. انا جبت كزبره خضراء وبقدونس وفلفل احمر وفلفل اخضر وفلفل سبايسي، شوفي ايه الفلفل المتوفر عندك، وعصرت عليه ليمون. وابتديت بقى ان انا احط عليه ايه بقى، كمون وكزبره وبهارات بطاطس. عايزه اقول لكم يا جماعه النكهات بتاعته حلوه قوي بجد، فعلا انتوا هتنبهروا بيه. طبعا لو حابه تحطي شطه اكيد تحطي طبعا براحتك يعني. وبعد كده حطيت كده معلقه كبيره من الثوم المفروم، وحطيت شويه ملح، معلقه كبيره كده من الخل او معلقتين، وتبتدي بقى ايه تعملي الميكس ده. وانا سلقت بطاطسايتين بعد ما قطعتهم كارو كده، بس سلقتهم ما يقلش عن 4 5 دقايق، ويا ريت ما يزيدش برده عن 5 دقايق علشان ما تتهريش منك. وبعد لما تسلقيها تشطوا فيها بميه ساقعه عشان ما تبقاش مهروسه، وتدخلي فيها الميكس ده وتدخليه التلاجة. انا بس هنا زودت بهارات بطاطس وزيت في الاخر، مهم جدا رشه الزيت دي. وهحطه بقى في التلاجة يا جماعه، طعمها روعه، هتعجبكم جدا جدا جنب الفراخ. وبعد كده دلوقتي جبت طبق حطيت عليه 4 معالق كبار من المايونيز وقدهم من الزبادي، والثوم الباودر بتاع دهب كانك حاطه توم فريش، فعلا يجنن. وحطيت رشه بسيطه من الفلفل الاسود وشويه خل، وتميكسي الكلام ده وعملتي التوميه السريعه من غير توم فريش، لان فعلا التوم مديني احساس، التوم اللي هو الباودر ده مديني احساس ان هو توم فريش. وعلى فكره تقدري تعملي كده حتى في سلطه البطاطس اللي عملناها. دلوقتي بقى عدى ساعه على الفراخ، وبصوا يا جماعه هو الكيس اتنفخ جوه كده، بس انا بعد الساعه دي هطلعه بقى خالص. انا مش مولعه الشوايه، انا مولعه الفرن.
هطلعها بقى خالص وهبتدي ان انا اقلبها على الناحيه التانية نص ساعه، يبقى هي خدت ساعه على وش ونص ساعه على الوش التاني. على فكره هو الكيس اتفتح في الفرن فمفيش مشكله خالص، انا خلاص خدت كل حاجه انا عايزاها من التوابل ومن تسويه الفراخ، كله تمام. انا دلوقتي بقى هرمي الكيس خالص وهرمي الميه دي، خلاص خدت كده ايه، خدت غرضي منها، وكل التوابل بالطعم بالميه دخل جوه الفراخ. وهفتح عليها الشوايه حوالي 10 دقايق عشان تاخد معايا اللون ده. بصوا بقى وانا بمسكها علشان احطها على العيش بتاع السوري ده او عيش الصاج او حتى عيش شامي مهريه. بصوا الزبده هوريكي دلوقتي وانا بفتحها، فعلا احلى فراخ مشويه عملتها بالطريقه دي، والتوابل داخله جوه طعم الفراخ رغم اني مش مشققاها ولا سايباها في بصل مبشور. طعمها روعه بجد، عايزاكم تجربوها هي والسلطه دي بتاعه البطاطس وكمان التوميه دي، حلوين قوي بجد، لازم تجربوها وتقولي لي رايكم، علشان هي حرفيا هتحسي ان انت بتاكلي في محلات الفراخ المشويه السوري. وعلى فكره الفراخ دي طلبت مني كتير جدا. بصي الصدر، الصدر يا جماعه دايب دايب وطعم التوابل داخل جواه، والورك عامل زي الزبده، بصوا العظمه طلعت بسهوله ازاي، حلو قوي. ان شاء الله تجربي الطريقه دي وتقولي لي رايك، وهسيب لك كل التفاصيل دهب في الكومنتات، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، بحبكم جدا جدا، ما تحرمونيش من كومنتاتكم الحلوه، واشوفكم الفيديو جاي حلوين. يعني دهب وفرت لك عرض ال 50 جرام 30 علبه مكتوب عليها بالاستيكر، العلبه جاهزه انت مش هتضطري تشتري علبه، وكمان الشحن مجانا وب 390 جنيه، يعني العلبه ب 13 جنيه. ومش بس كده، من اجود انواع البهارات. ها ايه رايك؟